طيب انا بس عايز اوجه رساله للمسيحيين، عايز اقول انه في احداث القديسين وفي احداث نجا حمادي انا مريت بازمه نفسيه كبيره، تقريبا ما كنتش بعرف انام رغم ان انا ما تعرضتش للاعتداء ده بشكل مباشر، يعني ما فيش حد عندي من الاسره، لكن انا نفسيا تعبت جدا وتألمت جدا جدا جدا. بس وانا بوجه رساله للمسيحيين اللي تعرضوا للاعتداء في احداث الكشح، في احداث نجا حمادي، في احداث القديسين، اللي شافوا كنايسهم بتتحرق، انا بثق ان انتوا متألمين اشد الالم ومجروحين اشد الجرح، ولا ادعي حتى اني انا تألمت قد ما انتوا تألمتوا او اتجرحت قد ما انتوا اتجرحتوا، بس هقول الالم الصغير اللي انا اتألمت بيه اللي ما يجيش واحد من 1000 من اللي انتوا حسيتوا بيه. انا قررت وانه اختار سكه بديله، اختار طريق بديل، ومن هنا كانت فكره حركه عايزه اقول لك اني بحبك، انه مش هنستسلم للالم ولا هستسلم للمراره ولا هستسلم لعدم الغفران. انا عارف انه الغفران قرار صعب، بس عدم الغفران قرار اصعب. عدم الغفران كانك بتشرب كوبايه من السم ومتصور ان خصمك او اللي اذاك هو اللي هيموت، بس في الواقع الضحيه هو اللي بيموت بعدم الغفران. تعالوا حطوا ايديكم في ايدينا، تعالوا نجرب الطريق اللي رسمه لنا المسيح، مكتوب كده هوت: من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. تعالوا احنا وانتوا نحط ايدينا في ايدين بعض، واحنا الاثنين نحط ايدينا في ايد قدوتنا ومثلنا الاعلى سيدنا المسيح، ونمشي طريق المصالحه، الغفران، المحبه. انا عارف انه عندي حقوق، بس بدل ما اطالب بحقوق كتير، احنا لدينا ما نعطي للعالم كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. احنا نقدر نعطي العالم السلعة اللي هو بيفتقدها، العملة النادرة، نقدر نديله المحبة والغفران والمصالحة والتنازل حتى عن الحقوق. اعرفوا هويتكم، احنا نور للعالم، ملح للأرض، مدينة موضوعة على جبل، خميرة